تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو مباراة الأهلي المصري ضد جورماهيا الكيني غدا الأحد 15 من سبتمبر عام 2024 ضمن منافسات ذهاب دور الثلاثين من بطولة دوري أبطال إفريقيا. المباراة ستنطلق في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة على ملعب نيايو في العاصمة الكينية نيروبي. الأهلي حامل لقب البطولة يسعى إلى بداية قوية في مشواره الإفريقي هذا الموسم تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، والذي يسعى للحفاظ على اللقب بعد موسم ناجح شهد تتويج الفريق ببطولات متعددة منها الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا وكأس مصر. ويمكن للجماهير متابعة المباراة عبر قناة أبو ظبي الرياضية الواحدة، وهي الناقل الحصري للمباراة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بالإضافة إلى ذلك قد تكون المباراة متاحة عبر بعض المنصات الرقمية المرتبطة بالقناة. التشكيل المتوقع للأهلي وفقا للخيارات الفنية المتاحة: من المتوقع أن يدخل الأهلي بتشكيلة قوية تضم حراسة المرمى محمد الشناوي، خط الدفاع محمد هاني، أشرف داري، ياسر إبراهيم، يحيى عطية الله، خط الوسط مروان عطية، أكرم توفيق، محمد مجدي أفشة، خط الهجوم رضا سليم، وسام أبو علي، حسين الشحات. الأهلي يدخل المباراة وهو عازم على تحقيق نتيجة إيجابية لتسهيل مهمته في مباراة العودة بالقاهرة التي من المقرر أن تقام يومي 20 أو 21 من سبتمبر. الفريق الكيني جورماهيا يسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة جيدة أمام العملاق المصري. مواجهة الأهلي ضد جورماهيا تعد اختبارا مهما للفريق المصري في بداية الموسم الجديد، حيث يأمل في تقديم أداء مميز يمهد الطريق نحو التتويج باللقب الإفريقي للمرة 12 في تاريخه.